بص النهارده اول يوم اخد عجلتي من فتره. نزيل وقع، ده المنظر اللي انا داخل بيه الشغل الصبح. غير طبعا ان انا يعني خلاص يا دوبك شويه وابقى متاخر. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي في غرفه العمليات. بعدين دي الاوضه بتاعت الاستراحه يعني، وعلى طول بيحطوا هنا يعني حلويات مثلا او فاكهه ما. والنهارده حاطين حاجه اسمها، يعني حاولت ادور على اسمها بالعربي ولكن مفيش اسم عربي يعني محدد ليها، فبيسموها خيار الانديز. هنا بالتشيكي بيسموها اتشوكشا. اول مره اشوفها في حياتي الصراحه. بتتفتح من جوه والمفروض ان انتوا بتطلعوا يعني الجزء الاسود ده او الحاجات السوداء اللي جوه دي. نجرب الاتشوكشا دي نشوف طعمها عامل ازاي. نو كومنت. هي يعني شبيهة شوية بالخيار، يعني طعم الخيار، بس برضه مدية شوية على البصل، فيعني ظهر ان هو خليط من البصل والخيار. Atchokcha. Dobry wid. Dobrý, výborný, jako hráč. Zkus to. By to nechutnalo? Ne, asi dobrý. Takhle to jíš? To chutná jako hráč? بص الدكتور دفوراك بيجي هنا مرة في الأسبوع، ولكن لما بيجيب لنا معاه دايما الشوكولاتة. لسه معاه شوكولاتة كمان، فقدامنا يوم طويل من أكل الشوكولاتة. أكتر جراح مضحك عندنا، يعني هو بيعمل جراحات على طول بيهزر وبيضحك، فحلو برضه الواحد يكون بيعمل عمليات معاه عشان يحس إن الدنيا خفيفة كده، ما ياخدش المواضيع سيريس. سيف، لما بتخلصوا عمليات بدري بتقعد تعمل ايه في المستشفى؟ انا شخصيا باجي الغرفه اللي ورايا دي واقعد اذاكر شويه حاجات، يا اما للتخصص بتاعي يا اما حاجات طبيه قديمه من ايام الجامعه والكلام ده كله. وللناس اللي بتدرس طب اكيد انتوا عارفين اليو اس ام ده اللي هو امتحان مزاوله المهنه الطبيه في امريكا. وانا بقعد اذاكر لليو اس ام ده لان هو بيكفر كل التوبكس في الطب، فطريقه حلوه ان الواحد يفضل يراجع الحاجات اللي خدها في الجامعه، ومنها كمان بيجهز للامتحان بتاع امريكا لو في يوم من الايام حابه ان هو يعمله. انا ما عنديش قوي بلان ان انا اعمل امتحان امريكا ده، ولكن حلو برضو ان انا اكون بذاكر حاجات طبيه وفي نفس الوقت يعتبر بجهز لامتحان امريكا ده احتياطي لو في يوم من الايام عاوز اعمله. والايام التانية بقعد اذاكر حاجات للتخصص بتاعي، ولكن النهارده من الايام اللي بذاكر فيها الانفورميشن بتاعت اليو اس ام دي عشان برضو في حاجات كتيره الواحد بيبقى ناسيها من ايام الجامعه، فحلو برضو ان هو يقعد يفتكرها. ودلوقتي بما ان معانا وقت بين عمليه والتانية فنقعد نذاكر شويه حوالي ساعه ونص كده، وبعدين نطلع بقى على غرفه العمليات نعمل اخر عمليه ونروح. بص ده واحد مثلا مصري اسمه الدكتور تاح. المصريين برضو في الشرح مرعبين. بصوا انا اي نعم عايش في التشيك وبتكلم انجليزي تمام، ولو عايز اتفرج مثلا على فيديوهات انترناشونال اقعد اتفرج، ولكن الصراحه مفيش احلى من شرح المصريين. يعني ده اسمه الدكتور تاح، بتفرج عليه بقالي فتره، وراجل بيعرف يشرح ويضحككم في نفس الوقت وهو بيشرح. والله مش عارف ايه، عم سيبنا بحال عفريت تماما تجاه الامر حر. سؤالك هيتوقع عليك. يعني طريقه شرحه مضحكه، يعني هو دلوقتي ما قالش حاجه مضحكه ولكن على طول تحسوا ان هو بيقول نكت عشان تفتكروا المعلومات يعني. فالصراحه في الشرح المصريين يعني مالهمش تاني. Chceš fotky؟ Já nechci. المفروض دلوقتي عندنا اخر عمليه بعد ما ذاكرنا شويه. المفروض العمليه دي بتبقى عمليه يعني متخصصه جدا، بيجي لها دكتور مخصوص من بره يعني متخصص في الحته دي. يعني عايزكم تتخيلوا الخياره بتاعه الراجل. ساعات في ناس عندها مشاكل ان الخياره دي بتبقى معوجه، فالعمليه دي احنا بنفردها بحيث ان هي ما توجعش او تبقى يعني شغاله تمام الخياره. مش عارف الاقي لكم طريقه احسن ان انا اقولها، ولكن في يعني دكتور متخصص عنده حوالي 80 سنه، فراجل عبقري يعني بيجي مخصوص عشان يعمل العمليه دي وهو شاطر فيها. فحلو ان انا اخش اسيست معاه عشان نتعلمها يعني، ونبقى برضو ايه عارفين العمليه المتخصصه دي بتتعمل ازاي. اكيد في مصر طبعا في جراحين كتير بيعملوها وشاطرين فيها، ولكن هنا في التشيك بالتحديد مش ناس كتيره يعني متخصصه في الموضوع ده. فحلو برضو في البلاد اللي زي دي ان الواحد يشوف العمليات دي، غير طبعا لو نزلت مصر اكيد هشوف عمليات اكتر واحسن منها بكتير يعني، وناس تشرح لي احسن. ولكن هنا في التشيك دي الفرصه موجوده فنستغلها.
وبعد ساعتين خلصنا عملية انتنس يعني، ولكن الحمد لله خلصت. فاضل لي نص ساعة على تمرين الكورة، فنطلع من الشغل جري على البيت نغير ونطلع على التمرين. ناخد لنا حتة شوكولاتة ترد الروح. النص ساعة تأخير اللي اتأخرناها دي ممكن تخليني ملعبش الماتش الجاي. بص الفرق هناك اهي كويس، لسه بيسخنوا، ولكن برضو اتوقع ان التأخير ده مع ان اخر كام تمرينة فاتوني لان كنت كاسر رجلي، معناها الكام ماتش الجاي مش هلعب، فمش مشكلة نرجع واحدة واحدة. المهم ان احنا نلعب بالرياضة. بعد ال3 ايام مطره نون ستوب فجاه الناموس فاق وبيتغشم بطريقه مرعبه، يعني عمال يقرص فينا كلنا في التمرين. كنت لسه داخل اخد قيلوله، لقيت احمد صديقي اللي شفته معايا في براغ في الويكند بيكلمني بيقول لي بص انا زهقان ومفيش حاجه اعملها في براغ، فانا جاي اقعد معاك يومين. حلو يعني الصراحه. انا كنت داخل اخد ناب، ولكن لما كلمني فرحت، حصل كده نشاط. سبب برضه ان الواحد يكمل يوم ونروح دلوقتي نخرج، ممكن نروح المول ولا اي حاجه. المهم خلينا ننزل نجيب احمد لان المفروض ان هو تحت. احمد وصل اهو مع الكلبه، جايب الكلبه معاه. ما اعرفش هنا في السكن هيعملوا ايه في موضوع الكلبه ده، ولكن مش مشكله، هنمشيها بالحب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ميلا يا ميلا انا مش كنت بايت معاكي من اسبوع؟ عامل ايه يا بابا؟ الحمد لله على السلامه اخيرا. الحمد لله على السلامه. احمد وصل اهو يا جماعه وجايب معاه ميلا، وبما اننا هنخرج دلوقتي نطلع ناكل، فقلنا نعمل لميلا اجواء كده عشان ايه تفضل قاعده لوحدها هنا. نحط لها الاكل والميه بس. هرجع الاقيها مبهدله الاوضه. لا 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 ميلا مش كده خالص فعلا. لا ميلا مش ديستراكتيف زي الكلاب الثانيه خالص. لا ميلا مش ديستراكتيف. ميلا بس مشكلتها ان هي شويه عندها انكزايتي وما بتحبش حد، يعني عشان كده بتاخد وقت عقبال ما لسه بس السؤال يعني مش هنرجع نلاقيها عامله بيبي؟ لا لسه عامله بيبي قبل ما ادخل هنا عشان الحبيب. كويس انك فهمتني على طول. فاهي بص الله عليك يا ايه البدايه الحلوه دي. مش مشكله بس احنا دلوقتي جعانين جدا، نطلع ناكل في المول وبعدين نرجع بقى نشوف موضوع ميلا ده بعدين. باي باي يا ميلا. تشاو. اقفل عليها ولا اقفل عليها؟ الله عليك. ميلا what's this؟ بس هرجع الاقيها مبهدله الاوضه. لا ميلا مش كده خالص. لا كلب مطاوع بجد. عادي حصل خير. ميلا what's this؟ مسامح. what's this؟ مسامح. المهم ان احنا رحنا جبنا اكل وشويه سناكس وهنقضيها النهارده مدرسه المشاغبين. جينا نعدي على زميلتنا باتكا، خلصت واحده من اكبر الامتحانات عندها، هي بتدرس صيدله ولسه مخلصه، فقلنا نيجي نسلم عليها بميلا. بصوا ميلا يا جماعه مجننه الجماهير، عمالين نتمشى بيها حوالين السكن، البنات كلها مش مصدقه نفسها. عرفت انت ليه عندك كلب.